ان انا مش متخلف. مش معنى ان انا رافض الشذوذ الجنسي ان انا متخلف، ده تصنيف الغرب هو اللي عمله. بالظبط. احنا لينا عاداتنا وتقاليدنا ومبادئنا واهدافنا اللي بتقول ان ده غلط في مجتمعنا. وده ياخدنا النقطة، هل العصر اللي احنا فيه عصر يجب ان يكون هناك اساليب تسويقية للافكار والخلق والمثل بعيدة عن او اقرب للغة الشباب عشان اقدر اجذبه زي ما هم بيعملوا بالظبط، ولا المسألة ان هفضل اعلمها بنفس الاسلوب الممل الرتب اللي الشباب دلوقتي لا يستمع اليه؟ حضرتك انا لو ما كانش التعليم فعال يبقى ملوش لازمه. بالظبط. يعني لو ما كنتش هطلع فكر يقدر يواجه الفكر، او انا بس هقول ان انا بعمل ده، يبقى ملوش قيمه، ملوش لازمه. فانا النهارده محتاج ايه؟ محتاج ادعم المبدعين. يعني انا النهارده قدامي الناس بتشوف الفيديوهات الكوميديه اكتر من الفيديوهات الثقافيه. طبعا. ما انا شايف معدلات وانا بتابع وبشوف الناس بتعمل ايه على السوشيال ميديا بالذات. على السوشيال ميديا. هو دافع فلوس للانترنت عشان يدخل يشوف اللي هو عايزه، والخوارزميات بتاعه السوشيال ميديا بتاعه البرنامج اللي هو عليه بمجرد ما بتشوف نوع فيديوهات بيعجبه بتبدا تجيب له من الفيديوهات دي. بالزبط. فهو عميل بيدفع فاتوره للانترنت، والانترنت ده بيدفع فاتوره للبرامج بتاعه السوشيال ميديا. طبعا. فهم بيقدموا له اللي هو محتاجه. بالزبط. اللي غالبا هو محتوى للهروب من الواقع، مش محتوى تثقيفي ولا علمي ولا تعليمي ولا اكتر انترتينمنت. طيب. لما تيجي انت بقى تديني نموذج تقول لي ان انا النهارده اللي هيمارس الفجور والدعاره على الانترنت هيكسب فلوس كتير، مصيبه صوت. وانا مش هروح امارس الفجور والدعاره؟ لو انا نفسي ضعيفه وما عنديش حاجه حلو قوي. عشان كلمه نفسي ضعيفه دي مصر اصدرت قانون ليه